أنا اسمي نادين، أنا عندي 44 سنة. أنا مطلقة من حوالي كده 7 سنين وعايشة لوحدي، عايشة في شقة صغيرة. الشقة دي كل حاجة بالنسبة لي. أنا طبعا بحب ألبس يعني على طول لبسي كده أبيض، وبحب أحط عطر الياسمين اللي بيخليني أحس إن أنا لسه عندي أمل في الحياة. كان ليا جار كان ساكن في الشقة اللي جنبي. جاري ده كان اسمه حسين، كان أرمل، وكان مراته توفت يعني من قيمة 4 سنين. هو كان راجل هادي قوي ومحترم، وكان عنده 51 سنة. بيشتغل نجار وبيقعد يصلح الأساس في ورشة صغيرة كده تحت البيت اللي احنا قاعدين فيه. دايما بشوفه رايح جاي وبيسلم عليا بكل أدب واحترام. مراته للأسف عرفت إن هي ماتت في حادثة وسابته للدنيا كلها وهو قاعد لوحده. الجيران كانوا بيفضلوا يتكلموا عنه ويحكوا عنه إن هو راجل غلبان وطيب قوي، لكن قلبه اتكسر وبقى بعيد عن الناس. وفي يوم من الأيام كده، كانت الساعة ساعتها حوالي كده 7 بالليل، سمعت كده الباب بيخبط عليا. قمت فتحت لقيته حسين جاري واقف وشكله كده متردد شوية وبيقولي بصوت هادي: معلش يا جارة، ممكن كده تشوفي لي عندك شوية سكر؟ أصل أنا السكر اللي عندي خلص. أنا ساعتها كنت بعمل شاي ولقيت ان انا عندي سكر، فابتسمت وقلت له طبعا اتفضل يا استاذ حسين، استنى شويه وهجيب لك كيس من جوه. جبت له كيس سكر صغير واديته له، شكرني بكل ادب واحترام ومشي. حسيت ساعتها ان في عينه زي ما يكون حاجه حزينه قوي، رغم انه كان بيبتسم لي وكويس، بس كنت حاسه ان هو مكسور من جواه. في اليوم التاني وانا نازله اشتري شويه عيش كده من المحل الفرن اللي قدامنا، لقيته كان قاعد في الورشه وعمال يصلح في كرسي قديم. كان ماسك الازميل وعمال يشتغل بتركيز جدا ويصلح فيه. سلمت عليه وهو رد عليا بابتسامة خفيفة. قال لي: على فكرة الجو حلو قوي النهاردة. قلت له: اه الحمد لله. بصيت للكرسي اللي كان بيصلحه قلت له: ما شاء الله، ده انت شغل ايدك كويس جدا، انت ايدك تتلف في حرير يا استاذ حسين. بصلي وعينه لمعت شوية كده وقال لي: ربنا يخليكي يا جارة، بصراحة ده الشغل الوحيد اللي بيخليني يعني انسى همومي وهو بيسليني. كنت بلاحظ دايما ان هو قاعد لوحده، مفيش حد لا بيجيله ولا بيزوره من عيلته او اهله، حتى مفيش حد بيسأل عليه. وفي مرة من المرات كده سألت عليه ام محمود البوابة، قالت لي: ده الراجل ده مسكين يعني من يوم ما مراته ماتت وهو كده متبهدل وعايش في عزلة، لان مراته كانت كل حياته كانت هي اللي مالية عليه البيت فرح. لما راحت حس ان الدنيا كلها راحت معاها، حتى ولاده كلهم برضو اتجوزوا وسافروا برا مصر ومحدش خالص بيزوره ولا بيكلمه. طبعا لما قالت لي الكلام ده قلبي بيوجعني عليه لما سمعت كل الكلام ده. بعدها بيوم كنت راجعة من الشغل وكنت تعبانة قوي، وكنت شايلة اكياس من السوبر ماركت، فلقيت حسين واقف كده عند باب العمارة كأنه كان مستنيني. أول ما شافني وأنا شايلة اكياس كتيرة قوي جري عليا بسرعة وقال لي: ايه ده ايه ده يا جارة، انتي تعبة نفسك ليه شايلة كل ده؟ هاتي ما اشيل عنك. وراح واخد مني الاكياس كلها من غير حتى ما اقول له لا او بلاش، وراح طلع معايا لحد باب الشقة وحطهم لحد باب شقتي. وقال لي: المرة الجاية يا ستي لو احتجتي اي حاجة قوليلي، انا جارك وده واجبي. ساعتها حسيت بدفء قوي ما كنتش حسيت بيه قبل كده وقبل سنين كتيرة. قلت له: ربنا يخليك يا استاذ حسين، انت شخص محترم قوي. في اليوم بقى الرابع كنت بحاول ساعتها اصلح الحنفية بتاعة المطبخ، لقيتها فجأة كده باظت واتكسرت. فضلت احاول ساعة كاملة لكن مفيش فايدة، المية كانت عمالة تنزل على الارض وكانت مغرقة الدنيا، والدنيا بقت فوضى ومش طبيعية. اتعصبت واتضايقت، حاولت ان انا اكلم حد من السباكين لكن محدش كان بيرد. معرفتش اعمل ايه، قعدت على الارض وقعدت اعيط من الضغط والتعب اللي انا كنت فيه. فجأة كده وانا قاعدة سمعت صوت الباب عمال بيخبط. مسحت دموعي وقمت كده فتحت، فلقيت واقف قدامي الاستاذ حسين وكمان معاه شنطة. قال لي: انا سامع صوت مية كتير عمالة تنزل، هو ايه اللي حصل عندك، في حاجة اتكسرت ولا ايه؟ قلت له: اه الحقني يا استاذ حسين، الحنفية عندي اتكسرت وانا مش عارفة اصلحها. لقيته راح داخل لي كده من غير حتى ما يستأذن، وراح على طول على المطبخ جري، وراح فتح الشنطة بتاعته وطلع العدة وبدأ يشتغل بكل هدوء. وفضل حوالي ربع ساعة عمال يشتغل فيها، وفعلا قفل الحنفية والحنفية ما بقتش تنزل مية وصلحها. وقام وقف كده ونظف ايده. قلت له: بصراحة انت ايدك تتلف في حرير، بصراحة انت المفروض كنت تبقى مهندس. قال لي: خلاص صلحت اهي، المرة الجاية بقى ما تتعبيش نفسك، واي حاجة تحصل بلغيني على طول، انا مش بعيد وانا يا ستي بحب اساعد. بصيت له وعيني كده كانت لسه فيها دموع من الضغط اللي انا كنت فيه. قلت له: انا مش عارفة اشكرك ازاي يا استاذ حسين، انت يعني ونعم الجار. ابتسم لي كده ابتسامة حلوة وقال لي: يا ستي الجيران لبعضيها، والجيران لازم يساعدوا بعض، انا عارف انك عايشة لوحدك وكده وده مش سهل عليكي. وقبل ما يمشي كده راح واقف عند الباب وقال لي: بصراحة أنا عارف إن الحياة صعبة جدا لما الواحد يكون قاعد لوحده،
أنا كمان زيِّك بالضبط وباعاني نفس الإحساس كل يوم، بس يا ستي لو محتاجة أي حاجة مهمًا كانت بسيطة ما تتردديش ويالّا كلميني على طول، إحنا جيران والجار جاره. كلامه بصراحة لمسني أوي، حسيت بقى إن هو مش بيساعدني كده كجار عادي، لأ حسيت إن هو فاهم بالضبط اللي أنا بامُر فيه والظروف اللي أنا بامُر فيها. بعد يوم بالضبط رُحت أنا ساعتها كنت في المطبخ، فكّرت إن أنا أعمل غدا كبير كده وأطبخ كده طبخة حلوة وأقدّمها له، فعملت محشي ودجاج وحطيتهم في الفرن، وبعد كده سِبتهم يستووا شوية وطلّعتهم، وقُلت لنفسي كده لازم أعمل له صينية كده تليق بمقامه ولازم أرُد له الجميل اللي هو عمله لي. حطيت له أكل كويس كده في طبق كبير أو صينية صغيرة وغطيته، ورُحت نازلة على الورشة، ولقيته ساعتها كان قاعد عمّال بيشرب شاي، ويا عيني كان حاطط قدّامه طبق فيه جبنة حادقة وبياكل عيش حاف مع الجبنة. قُلت له: "يا أستاذ حسام اتفضل، أنا عملت أكل كتير أوي النهارده وجبت لك كمان شوية أكل." لقيته بص لي كده وهو مستغرب، وبعد كده ابتسم وقال لي: "بصراحة ربنا يبارك لِك يا جارة، أنتِ ست طيبة أوي، تصدقي بالله إن أنا ما كلتش أكلة محترمة من زمان." وخد الطبق وشكرني، حسيت إن أنا عملت حاجة كويسة وقلبي ارتاح ساعتها لمّا قدّمت له حاجة زي كده. ولمّا كنت راجعة لقيت أم محمود البوابة كده راحت باصة لي وضحكت وقالت لي: "ربنا يخليكِ يا ست نادين، الراجل ده بصراحة غلبان ومحتاج حد يهتم بيه أوي، يا عيني من يوم ما مراته راحت وهو لا عارف لا ياكل ولا يشرب ولا ينام، كويس إن أنتِ بتقدّمي له ولو حاجة بسيطة، أنتِ عملتِ حاجة كويسة أوي." كلامها بصراحة خلّاني أفكّر في الأستاذ حسين أكتر، بدأت أحس إنه مش مجرد جار، لأ ده إنسان فعلًا محتاج حد يكون جنبه. وبالليل كده على الساعة 21:00 أو 20:30 لقيت الباب بيخبط، ففتحت الباب لقيت الأستاذ حسين قدامي بيقول لي: "على فكرة يا جار أنا جاي أشكرِك على الأكل التحفة اللي أنتِ عملتيه ده، بصراحة أنا من زمان ما كلتش أكل بيتي بالطعم ده، ربنا يا ستي يجعله في ميزان حسناتِك." وبعدين لقيته مد إيدي واداني حاجة كده ملفوفة في ورق جرايد، قُلت له: "إيه ده؟" قال لي: "ده قرص مشبك كده صغير كنت جايبه كده من محل على الطريق وأنا كنت جاية من سفرية، فعايزة أشكرِك على الأكل اللي أنتِ عملتيه لي." قُلت بقى أمّا أخلّيكِ تحلّي بحتة حلاوة كده أنا كنت جايبها. ابتسمت له وقُلت له: "أنا ما كنتش محتاجة تتعب نفسك يعني وتيجي." قال لي: "ربنا يخليكِ يا ستي الجار لجاره." وابتسم كده وراح مشي. بعدها فتحت الورق ولقيت فعلًا اللي هو القرص مشبك اللي جايبه لي، ولقيته كاتب جنب القرص المشبك ده ورقة صغيرة مكتوب فيها: "شكرًا أوي إنِّك افتكرتيني، خلّيتيني أحس بدفء البيت مرة تانية." حطيت الورقة دي بقلبي بصراحة وحبيت الكلام اللي كتبه، وحسيت إن في حاجة جوايا بدأت تتغير. بعدها بيوم كنت قاعدة في البلكونة بقى وقت العصرية كده وكنت باشرب شاي وباتفرج على الغروب كده، سمعت بقى صوت الأستاذ حسين قاعد يا عيني وعمال يكلم نفسه كده في البلكونة وأنا باشرب الشاي، وكان واقف في البلكونة اللي جنبي وكان بيقول: "يا رب ارزقني، يا رب ارزقني بالصبر، الوحدة بقت صعبة أوي عليا وأنا مش قادر أكمل، أنا كل يوم باصحى ومش لاقي لحد أكلمه في البيت لا كبير ولا صغير." بصراحة لما لقيته اتكلم كده حسيت ان قلبي اتقبض، عرفت ان هو برضه بيعاني زي ما انا بعاني بالظبط. قلت بصوت عالي شوية من غير قصد: "والله يا استاذ حسين احنا كمان كلنا محتاجين صبر، الدنيا مش سهلة على حد فينا." لقيته كده ضحك ضحكة خفيفة على كلامي وقال لي: "كلامك صح يا جار، بس الواحد بيحس انه احسن لما بيعرف ان في حد تاني فاهمه." قلت له: "انا فاهماك جدا، انا كمان بمر بنفس الاحساس اللي انت بتمر بيه." فضلنا ساعتها نتكلم من البلكونة وقعدنا ساعة كاملة بنتكلم، حكالي بقى عن مراته وانها ازاي كانت بتحب تزرع الورد في البلكونة بتاعته، وازاي كانت بتقعد كل يوم تسقيه وتهتم بيه. وقال لي انه من بعد ما ماتت فضل ان هو يسقي الورد لكن ما قدرش، كان كل ما يشوف الورد في البلكونة بيفتكرها وبيتحطم من جواه، فسابهم للأسف لحد ما ماتوا كلهم. ودلوقتي البلكونة فاضية عليه من غير أي زرع، ودايما كل ما بيدخل البلكونة بيفتكرها. حكيت له انا كمان عن جوزي اللي كان دايما قاسي وكان بخيل معايا جدا، وحكيت له ان هو كان بيعاملني معاملة وحشة قوي وكنت كأني خدامة مش بس مراته. وبعد ما طلقني حسيت ان انا السعادة تردد لي من تاني رغم الوحدة اللي انا حاسة بيها. قال لي كده: "يمكن الوحدة احسن من العشرة الوحشة، بس برضو الوحدة بتقتل الانسان بالبطيء." حسيت بقى انه فهمني من غير ما انا اتكلم ومن غير قصد، كل واحد فينا بيمر بنفس اللي هو بيمر بيه. المهم خلصنا الكلام وقال لي ان دي اول مرة من 4 سنين يتكلم مع حد ويرتاح له بالشكل ده. ولقيته بعد كل الكلام ده قال لي: "تصبحي على خير." وانا كمان قلت له: "تصبح على خير." وقلبي ساعتها كان مليان مشاعر متلخبطة. بعدها بيومين برضو الصبح كده لقيت ورقة صغيرة كده مدسوسة تحت الباب وانا جاية افتح الباب، كنت رايحة اشتري شوية طلبات فبفتح الباب بالصدفة لقيت ورقة كده تحت الباب ولقيت مكتوب فيها بخط جميل قوي كأن اللي كاتب ده واحد خطاط:
بيقول: الكلام اللي اتكلمناه امبارح ده خلاني احس ان انا مش لوحدي في الدنيا، ولو محتاجة اي حاجة انا موجود. لما قريت الكلام ده حسيت بابتسامة رسمتها على وشي، من غير ما احس كده مسكت الورقة وحطيتها في درج الكومودينو بتاعي جنب سريري. والصبح كده قررت ان انا لما انزل اشتري طلبات هنزل اشتري شوية ورد وازرعه في البلكونة بتاعتي. وقلت في نفسي يمكن لما الاستاذ حسين يشوف الورد في بلكونتي يحس بامل رجعله تاني. نزلت واشتريت كده قصيص ورد وقصيص ياسمين وورد جولي وحطيتهم كده في قصيصات حلوة ورصتهم في البلكونة. ورحت لما رجعت شقتي بالظبط بالعصر كده لقيت الاستاذ حسين واقف في بلكونته وبيبص كده على الورد، ولما شافني ابتسم وقال: الله ما شاء الله، البلكونة بقت جميلة قوي بالورود اللي فيها دي، انت عارفة الورد ده بيدي امل. قلت له: ان شاء الله يكون كده. الورد ده بيفكرنا ان الحياة لسه جميلة مهما كانت صعبة معانا. بعدها بيوم كده كنت بحاول ان انا انقل دولاب كبير في الاوضه اللي انا قاعده فيها، وكنت لوحدي، لكن الدولاب كان تقيل قوي عليا وما قدرتش ان انا احركه. سمعت صوت كده بيخبط على الباب وبيقول: ايه ده يا جاره، ايه اللي انتي بتعمليه ده الدولاب تقيل قوي عليكي. وانا ساعتها كنت سايبه يعني باب الشقه مفتوح وكده علشان كان الجو حر. فهو سمع صوت كده تخبيط فدخل بسرعه وقال لي: يا ستي ابعدي، ايه اللي انتي بتشيليه ده، انا هحركه. وفعلا لقيته حرك الدولاب بسهوله جدا وراح حطه في المكان اللي انا عايزاه. بعدين بصلي وقال لي: هو انت ليه بتتعبي نفسك، مش انا قلت لك كذا مره ان انا موجود ومستعد ان انا اساعدك في اي وقت. قلت له: بصراحه يا استاذ حسين انا مش عايزه اتعبك معايا، يعني انت ليك حياتك وكده وانا ليا حياتي. قال لي: يا ستي الجار لجار وانا مش غريب يا ناديه، وانا بعتبرك كمان عيلتي. يعني حسيت لما هو قال لي كده حسيت بحاجه غريبه، فقال لي لما قلبي كده، حتى لما قال لي كلمه عيلتي دي كنت وقتها ساعتها يعني استغربت كده ان هو قال الكلمه دي. قلت له: ربنا يخليك يا استاذ حسين، انت فعلا راجل محترم قوي وطيب. وقعدنا شويه وشرب معايا شاي واتكلمنا عن الايام القديمه وعن احلامنا اللي احنا للاسف ما حققناهاش. حكالي بقى ان هو كان نفسه يبقى مهندس ديكور، لكن للاسف الظروف والحياه خلته ان هو ما يبقاش كده، وخلته ان هو يشتغل نجار، لان كانت اهله ظروفه الماديه ما كانتش كويسه. وانا كمان حكيت له ان انا كان نفسي اكمل تعليم وكده وابقى مدرسه، لكن للاسف اتجوزت بدري وسبت الدراسه واتجوزت بدري بسبب اهلي. كان بيتكلم معايا بصدق وانا كنت بحس دايما ان انا مرتاحه معاه بشكل غير طبيعي. وقبل ما يمشي كده راح واقف عند الباب وبصلي كده نظره طويله وقال لي: انا حاسس ان بصراحه ان انا حياتي اتغيرت من يوم ما بدات ان انا اتكلم معاكي. انتي بتديني امل في الحياه وبتدي امل لكل اللي حواليكي، ومن غير ما تحسي انا بشكرك ان انتي موجوده في حياتي. مشي وانا قلبي كان عمال يدق بسرعه وانا مش فاهمه هو ايه اللي بيحصل لي بالظبط. في اليوم التاسع بقى كان عيد ميلادي. صحيت بقى الصبح وانا كنت حاسه ان انا متضايقه قوي وحاسه بحزن شديد كده في صدري، زي ما يكون حاجه تقيله على صدري، محدش فاكرني ولا حد بيكلمني. ده حتى اختي اللي ماليش غيري في الدنيا ساكنه في اسكندريه ونسيت حتى ان هي تتصل بيا. قعدت في البيت وحيده وبحاول افتكر حياتي السابقه. على حوالي كده الساعه 3 العصر سمعت فجأة الباب بيخبط عليا، ففتحت لقيت حسين واقف قدامي، ولقيته واقف ومعاه تورتايه صغيره وشمعة. وراح بصلي كده وابتسم وقال لي: ام محمود البوابه قالت لي ان النهارده يبقى عيد ميلادك. فانا بقى قلت لنفسي ان انا لازم احتفل بيكي بقى بسبب عيد ميلادك، عيد ميلاد سعيد. وقفت في مكاني بقى مصدومه ومش مصدقه، وفجاه من غير ما احس دموعي نزلت من عيني. وقلت له كده بصوت متقطع: انت فاكر عيد ميلادي؟ يعني ده مفيش حد افتكر خالص النهارده. فدخل وقال لي: تعالي كده وتعالي نولع الشمعة ونحتفل. وحط التورته على الترابيزه وولعنا الشمعة وقال لي: يلا يا ستي تمني امنيه. وعشان تطفي الشمعة قفلت بقى عينيا وتمنيت امنيه، اتمنيت ان ربنا يبعد عني الوحده. وطفيت الشمعة، سقف بايده وقال لي: مبروك، ربنا يحقق لي كل امنيتك وعيد ميلاد سعيد عليكي. قطعنا التورته مع بعض وقعدنا بقى نتكلم وشربنا شاي واحنا بناكل التورته مع الشاي يعني. وقعد بقى يقول لي نكت قديمه كده وانا ساعتها كنت بضحك من قلبي. بصراحه كانت احلى ليله عدت عليا واحلى ليله عيد ميلاد عدت عليا من سنين. قبل ما يمشي كده بصلي وقال لي: بصراحه انا عارف ان الحياه صعبه عليكي زي ما هي برضو صعبه عليا، بس وجودك جنبي بيخلي الايام احلى، وشكرا انك موجودة في حياتي يا نادي. ومشي بعد ما قال لي الكلمتين دول وسابني قلبي بيدق بسرعة. بعد ما مشي قعدت افكر بقى في كل اللي حصل في الايام اللي فاتت. حسيت ان انا بدأت احس بمشاعر كده اتجاه الاستاذ حسين، مشاعر ما كنتش متوقعاها، مش عارفة هي ايه بالظبط،
بس أكيد مش مجرد إحساس مثلا بالأمان وكده، لأ ده في حاجة أعمق من كده. بدأت أسأل نفسي هو أنا يعني ممكن أرجع أحب تاني في السن ده؟ وهل الأستاذ حسين بيبادلني نفس الشعور اللي أنا بحس بيه؟ وهل حاسس بنفس الإحساس؟ بعد يوم بقى قررت إن أنا أعمل غدا، طبخت كبسة وفراخ وعملت كده شوية حلويات ونزلت على الورشة. لما نزلت على الورشة كده لقيته مش موجود فيها. سألت بقى الميكانيكي اللي جنبنا اللي جنبه في الورشة على طول، قال لي ده الأستاذ حسين تعب الصبح ورحنا ناقلينه على طول على المستشفى، ضغطه عالي فجأة ودخل الرعاية. قلبي ساعتها لما قال لي كده قلبي وقف في رجلي. قلت له المستشفى دي فين؟ قال لي دي مستشفى السلام. رحت جارية بسرعة، لبست هدومي ورحت المستشفى، دخلت الرعاية بعد ما استأذنت الدكاترة وسألت عليه، لقيته نايم على السرير وكمان متوصل له أنابيب. بصيت له وقلت له وقلبي بيتقطع، قربت منه كده وقعدت على الكرسي جنبه، مسكت ايده بهدوء، حسيت بايده بتتحرك شويه، لقيته فتح عينيه شويه ولما شافني ابتسم ابتسامه خفيفه كده وقال لي بصوت واطي هو انت جيتي يا ناديه؟ قلت له وانا بمسح دموعي طبعا هاجي، يعني انت مش غريب يا استاذ حسين، ده انت عيلتي دلوقتي كلها زي ما قلت لي بالظبط. ابتسم وقال لي طب الحمد لله انك كنت خايفه عليا، انا قاعد وحيد اهو من غير ما حد يحس بيا. قلت له بغضب ما تقولش كده، انت اكيد هتتعافى. ولقيته بيقول لي انا بصراحه خايف ان انا اموت وحيد ومحدش يحس بيا. قلت له ما تقولش كده يا استاذ حسين، ده انت هتتعافى وهترجع احسن من الاول كمان، وانا كمان مش هسيبك لوحدك تاني ابدا. فلقيت الدكتور بعد كده دخل وقال لي انه حسام يعني عنده ارهاق شديد وعنده ضغط عالي ومحتاج ان هو يرتاح يعني ويقعد في العنايه. وسالني انا مين، قلت له يعني ان انا جارته وصاحبته. بس لي وقال لي طيب هو لازم يعني حد يفضل قاعد معاه، يعني مفيش حد من اهله كده يجي يقعد معاه ويبات معاه؟ قلت له لا هو ولاده كلهم برا مصر وهو ملوش حد غيري. قال لي خلاص طيب انت يعني تقدري تفضلي قاعده معاه؟ قلت له اكيد طبعا، انا يعني مش هسيبه لوحده. فضلت بقى قاعده معاه لمده 5 ايام في المستشفى، كنت دايما بروح له الصبح وبفضل جنبه لحد ما يجي الليل علينا، وكنت باكله بايدي وانا اللي بعمله الاكل، وكنت باكله لما ما بيقدرش ياكل لوحده، وكنت بقعد احكي له حكايات علشان ما يحسش يعني بالملل في القعده في المستشفى وكده، وكنت كمان بقرا له من الجورنال وبحكي له عن اللي بيحصل بره. الدكاتره ساعتها كانوا بيبصوا لنا وبيبتسموا كده، واحده من الممرضات قالت لي كده في مره من المرات ربنا يخلي لك جوزك، ده انت ست كويسه جدا. بصراحة أنا ما صحتها لهاش الكلمة وخلتها تفتكر فعلا إن إحنا متجوزين. بعدها بيوم بقى في المستشفى وأنا كنت قاعدة جنبه قال لي فجأة بقولك يا نادية أنا محتاج إن أنا أقولك على حاجة مهمة. قلت له بصيت له كده وقلت له قول ما تخافش. في ايه؟ قال لي لا ما تخافيش، مفيش حاجه وحشه ولا حاجه، انا بس عايزه اقولك ان انا بقيت كده بحس بمشاعر اتجاهك ما كنتش متخيل ان انا في يوم من الايام ممكن احس بيها بعد يعني ما مراتي توفت وكده. انت خليتيني ارجع احس ان انا لسه عايش، خليتيني احس ان لسه في امل في الحياه. انا مش عارف اسمي الاحساس ده ايه، بس انا بحس ان انا دايما مرتاح معاكي لما بتكلم معاكي بشكل طبيعي. ساعتها سكت شويه وقلبي كان عمال يدق بسرعه. قلت له وانا بحاول يعني اخفي دموعه وانا كمان والله يا استاذ حسين انا كمان بحس بنفس الاحساس، وكنت فاكره بقى ان خلاص ان انا انتهيت وان مفيش يعني امل في الحياه وكده، بس انت اديتني امل جديد في الحياه، بس انت غيرت كل حاجه في حياتي، انت خليتني اصحى كل يوم وانا عندي سبب خلتني احس ان انا لسه انسانه ليها قيمه. مسك ايدي وقال لي طيب يا ريت لما نطلع من هنا نفضل مع بعض ومش عايزين نعيش لوحدنا تاني. بصيت له طبعا وعناية كلها فرح وسعاده وقلت له انا موافقه يا استاذ حسين، انا مش عايزه ابعد عنك تاني. ابتسم وحضن ايدي وبس. وبعد حوالي 5 ايام طلع من المستشفى والدكتور قال انه حسين خلاص ممكن يرجع زي الاول ويقعد في البيت، بس لازم يكون حد معاه في البيت يعني يتابع معاه العلاج والدواء وكده. قلت له الدكتور خلاص انا هكون معاه وهاخد باله منه. وروح البيت وقلت له تعالى شقتي واقعد معايا، وتعالى شقتي احسن علشان اقدر اتابع معاك العلاج واطبخ لك الاكل الصحي اللي انت بتحبه. في الاول لقيته رفض وقال لي انا من هو مش عايز يتعبني وكده، بس انا اصريت عليه انه لازم يقعد معايا وقلت له انت مش هتتعبني ولا حاجه، ده انت هتريحني لان وجودك جنبي بيريحني وبيحسسني بالامان. دخل شقتي وقعد على الكنبه وكنت محضره له كمان فراخ وحمام وبط وشويه اكل كده لوبيا وفاصوليا ورز وباميه، وجهزت له كل حاجه وبشاميل، وبقى يقعد عندي بقى طول الليل والنهار، وكان بينام في الاوضه اللي جهزتها له. في الايام اللي بعد كده بقى بدانا ان احنا نعيش حياه جديده مع بعض. كنت بصحى اطبخ له فطار كده واكل صحي، وكنت بقعد معاه ونتفرج على افلام قديمه من اللي بنحبها زمان، وكنت بعمل له كده مواعيد كده كان بياخد فيها الدواء بتاعه في مواعيده بالظبط،
هو كمان كان بيساعدني في حاجات صغيرة في البيت، كان دايما بيحب يصلح لي الحاجات المكسورة، وكان بيطلب لي الأكل يعني بيجيب لي أكل من بره لما كنت تعبانة وكده، وكان بيقعد معايا في البلكونة ونقعد أنا وهو نتفرج على الورد ونتكلم عن كل حاجة في حياتنا، وبقينا عايشين بالظبط كأننا عيلة واحدة. وبعد أسبوعين من خروجه من المستشفى وأنا قاعدة جنبه على الكنبة قال لي بقولك إيه يا نادية، أنا بصراحة عايزة أقولك على حاجة. بصيت له كده بتركيز، قال لي أنا عمري ما كنت أتخيل إني ممكن أحس تاني بالحياة بعد ما مراتي ماتت، وكنت فاكر إن خلاص قلبي مات معاها، بس انتي رجعتيني للحياة تاني، انتي خليتيني أحس إن لسه في أمل في الحياة. أنا مش عارفة أقولك إيه بالظبط، بس أنا بحس إن أنا مرتاح معاكي بشكل ما كنتش متخيله قبل كده، وأنا عايزة أكمل حياتي الباقية معاكي، وعايز نبقى مع بعض بشكل رسمي. سكت كده شوية وبعدين قلت له وأنا كمان يا حسين أنا موافقة، وكنت فاكرة إن الوحدة هتفضل معايا لآخر عمري، وكنت فاكرة إن خلاص مفيش حد ممكن يفهمني أو يحس بيا أو يحبني، بس انت جيت وغيرت لي كل حاجة، انت خليتني احس ان انا انسانة لسه موجودة في الدنيا. مسك ايدي بهدوء وقال لي طيب يا ريت نفضل مع بعض ونكمل الطريق مع بعض، ومش عايزين نعيش لوحدنا تاني. بصيت له وعيني كلها دموع وسعادة في نفس الوقت، وقلت له وانا موافقة يا حسين، انا مش عايزة ابعد عنك تاني، احنا اتخلقنا علشان نكون جنب بعض. من يومها فعلا عشنا مع بعض بشكل رسمي، واتجوزنا في المأذون بحضور شوية جيران ومحمود البوابة اللي كانت فرحانة بينا قوي، وكمان كانت بتدعي لنا، وكانت فرحة بسيطة وجميلة ما فيهاش بذخ ولا فيها مظاهر، بس كان حب حقيقي وفي احترام متبادل ما بينا. وبقى عندي جزء بيفهمني وبيحبني وبيحترمني وبيحتويني، وهو برضو بقى عنده واحدة بتهتم بيه وبتحبه. ودلوقتي انا بكتب لكم الكلام ده بعد سنة بالظبط من جوازنا، وبقول ان الحياة ممكن تديك فرصة تانية لما تكون اقل مما تتوقع. انا كنت فاكرة ان انا خلاص عمري انتهى وان الحب خلاص مات جوايا، لكن حسين علمني ان الحب الحقيقي ممكن يجي في اي وقت وفي اي سن وفي اي مكان. علمني ان الجيران ممكن يبقوا عيلة واحدة، وعلمني ان قلب الانسان ممكن يتعافى لو لقى الشخص الصح في حياته. كل يوم بصحى الاقيه جنبي بيبتسم لي وبيقول لي صباح الخير يا حبيبتي. كل يوم بنقعد مع بعض نشرب الشاي في البلكونة جنب الورود ونحكي عن يومنا. كل جمعة بننزل نتمشى على النيل ونتفرج على الناس، ونروح نشتري ذرة زينا زي الشباب الصغيرين. بنروح بقى نشتري ورد ونشتري حاجات حلوة، وبنتكلم عن أحلامنا الجديدة وعن حياتنا البسيطة اللي احنا عايشينها، حياة بسيطة بس مليانة حب وسلام، وده اللي أنا كنت محتاجاه. وبقول لكل واحدة بتحس بالوحدة ومستسلمة ما تنسيش نفسك، وما تنسيش ان ربنا موجود وربنا بيكتب لك الخير في وقته. ممكن الشخص اللي هيغير حياتك يكون قريب منك لكن انت مش واخدة بالك، ممكن يكون جارك زميلك او حد بتقابليه في الطريق. المهم بس انك تفتحي قلبك وتدي لنفسك فرصة في الحياة، تدي لنفسك فرصة تانية. ما تخليش الماضي يحكمك، ما تخليش التجارب الوحشة تمنعك انك تعيشي في سلام وسعادة. انا النهاردة بشكر ربنا كل يوم على النعمة اللي ادهالي، على نعمة حسين. بشكره ان هو بعتلي انسان يفهمني ويحبني ويحتويني. بشكره انه رزقني بالحب في سنة كنت فاكرة ان انا خلاص فاتني الحب، رزقني في سن ما كانش ليا خالص اتوقع الحب ده، ولا وقت الحب يجيلي لما الاقي قلبين محتاجين بعض فعلا. الحب ملوش سن ولا له وقت، لما بيجي لما الاقي قلبين محتاجين بعض فعلا. ولو في يوم حسين مثلا قال لي ايه اللي خلاني احبك بالشكل ده، لان علمتني الحب مش بس كلام ولا وعود، ده الحب ده افعال صغيرة كل يوم. الحب انك تكون موجود وقت الضيق، وقت الفرح، وقت الزعل، انك تحترم وتقدر كل اللي حواليك. الحب انك تشوف الانسان اللي قدامك وتقدر قيمته، وان تعمل له كل اللي هو عايزه واكتر. دلوقتي لما بنقعد في البلكونة وبشرب الشاي والدنيا بتغرب علينا مش بحس بالوحدة خالص، لان حسين بيكون جنبي وماسك ايدي، وبنتفرج على الغروب سوا مع بعض، وبنتفرج كمان على الورود اللي زرعناها مع بعض، وبنحلم بالمستقبل الجميل مع بعض. وبنشكر ربنا كل يوم ان هو جمعنا احنا الاتنين مع بعض. وكل ما افتكر اليوم اللي حسام دق الباب على شقتي يطلب كوس السكر، كنت ساعتها بحس بقشعريرة. طب يا ترى لو كنت رفضت او كنت قفلت الباب في وشه كان ايه اللي ممكن يحصل لي دلوقتي؟ حقيقة انا بشكر ربنا على النعمة اللي هو اداهالي. وانتوا كمان حاولوا انكم تقربوا من ربنا، ويا ريت ما تيأسوش، ربنا يديكم ويرزقكم افضل مما تتمنوا. ودي كانت حكايتي وقصتي. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر في تقديم كل الحكايات والقصص اللي بتحبوها.